السلام عليكم، يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم زكريا على قناه مناره الخبر، القناه الجديده ديالي من بعد ما مشات لي القناه ديالي اللي كان فيها ازيد من 86 الف ابوني، فاحنا درنا قناه جديده. نتمنى الدعم ديالكم. كنبغي نشكر جزيل الشكر الاخ والصديق كشف الخبر، وكنشكر كذلك الصديق والاخ محمد السباعي. شكرا بزاف، ان شاء الله نعوضها لكم ساعه الخير. الحمد لله، راه فاش كيطيحوا الرجال كيلقاو الرجال، وتبارك الله عليكم. ونتمنى ان شاء الله حظ موفق للجميع. وما ننساش كنرحب بكل فرح وسعادة بالمتابعين الأوفياء اللي جاو من طرف السيد كشف الخبر، وكذلك من طرف السيد محمد السباعي. نتمنى أنني نكون عند حسن ظنكم، واللي باقي ما اشتركش فيشترك. غادي نشوفوا الإخوان أخبار مهمة، أخبار في الميكا. غادي نبداو بالعناوين الرئيسية، وعندنا بعض الفقرات باش ما نحرقش عليكم الحلقة، ترقبوهم معايا. العناوين الرئيسية كتقول: تونس كتأكد على عمق ومتانة الروابط الأخوية اللي كتجمع بين الشعبين الشقيقين. اليوم كان واحد الاتصال مفاجئ اللي جمع السيد ناصر بوريطة ووزير خارجية تونس. اشنو كان في هذا الاتصال؟ اشنو جمع السيد ناصر بوريطة بوزير خارجية تونس؟ هادشي غادي تعرفوه معايا اليوم في هذه الحلقة. هذا الخبر باش ما نساوش خلق واحد الروينة وواحد الزعزعة في قصر المراضية، لان الكبرانت كيف ما كتعرفوا عند بالهم انهم غادي يعزلوا المغرب وغادي يجروا الدول اللي كانوا في المنطقة للجهة ديالهم. المهم ما نحرقوش المراحل. غادي نتكلموا كذلك على واحد الكرغولي من درجة فارس. هذا الكرغولي هذا كيشتغل في قناه تلفزيونيه فرنسيه اللي سميتها RMC، وجا واحد الكلام ساقط واتهامات خطيره للمغرب وللشعب المغربي. ونبداو على بركه الله. عدنا من جديد، معكم زكريا على قناة منارة الخبر. غادي نبداو بواحد التغريدة ديال قادة بن عمار. قادة بن عمار صحفي كرغولي بوق من أبواق العسكر، بحالو بحال دراجي بحال حفصي. هذا اللي كيحاول انه يدرك الشمس بالغربال، وكيستحمر المتابعين ديالو وكيستحمر خوتو الجزائريين. كينشر في هذه التغريده كيقول: ذباب مخزني يردد كلمه قالها تبون. اشنا هي الكلمه؟ انتم غادي تسمعوا معايا. ربما لم يسمع بها كثير من الجزائريين وسمعها مغاربه، ان الاقتصاد الجزائري الثالث في العالم. هاد الكلمة هادي قالها تبون راه كوميدي، اقسم بالله كوميدي تبارك الله محترف. اليأس اللي كان موجود عند الجزائريات والجزائريين، يعني حتى اللي كان متفائل كان يائس. اليوم اصبح اقتصاد الجزائر هو الاقتصاد الثالث في العالم، وما جاش هكاك. اليوم اصبح اقتصاد الجزائر هو الاقتصاد الثالث في العالم. قال لك الجزائر هي الثالث في العالم. نكمل التغريده. قبل ان يتبين سريعا انها زلة لسان، كان يقصد بها الثالث في افريقيا. خطأ وارد، وزلة لسان طبيعية. غير الطبيعي هو التصيد وحقد الذباب المخزني. مرضى الله غالب. والله ما عرفت واش نجاوب، واش نضحكوا عليها الاخوان، واش نعطوه باش يطرش على وجهه. اجي قول لي اجي نقول لك ابن عمار اجي. وتحليه مليار و300 مليون متر مكعب من مياه البحر، هذه حتى هي زلة لسان. والتصريحات حلوا لنا الحدود ندخلوا نحرروا غزه، هذه حتى هي زلة لسان. وتصريحات تبون لوزير الخارجيه بلينكن فاش قال ليه واكد ليه ان لا مشكله للجزائر مع اسرائيل، حتى هذه زلة لسان. والله ما كتحشموا. واللائحه طويله. وفاش كان مع بوتين وقال ليه ان العالم يحبك، هذه حتى هي زلة لسان. وانا استخلص من كلام فخامه الرئيس بوتين انه صديق للعالم كله، مثل الجزائر، فاحنا نحب العالم كله الا من يعادينا. وزيد من الامثله الشعبيه اللي كيطلق عليكم تبون دائما تحت شعار اكذب وكور وعطي العور وبرد عليا الكراغله. الحمد لله اللي ما داش فينا حاشاكم الكذب، ان كل ما نلتزم ننفذ. تبون راه مختل عقليا وانتم راضيين. اقسم بالله اصبحتم ماده للسخريه. غادي ندوزو مباشره لهذا الصحفي الحقير مهدي غزار. هذا السيد هذا او هذا الجرثومه البشريه كيف ما كتشوفوا معايا في الوجه ديالو، شوفوا معايا الوجه ديالو مزيان، الفيغوره ديالو شنو كتبان لكم فيها؟
كتبان بوضوح هناك علامات النطفة المختلطة، أي أنه لقيط ابن لقيط كيف ما كنقولوا بالدارجة ملقط، باينين سبحان الله العظيم سماهم على وجوههم. هذا المجرم هذا تطاول على المملكة المغربية في إعلام النظام المعتوه اللي كيدفع عليه بكل سخاء من أموال الغاز والبترول، كيدفع عليه مجرد أنك تسب المغرب أو تحاول تشوه الصورة ديال المغرب غادي يعطوك الأموال وغادي يعطوك الآيفون 14 والكان سمعت أنا حتى هو راه قريب يخرجوا عليهم، وهما خارجين وقادين غراض على ظهر خوتهم الجزائريين اللي كيشدوا الصف واللي كياكلوا من القمامه. هادشي ماشي غير انا اللي كنقولوا، هادشي كنشوفوا فيديوهات كتنتشر من قلب الحدث من الجزائر. فالاخوان هاد الناس هادو عندهم واحد العقده ازليه من المملكه المغربيه. خرج على التلفزيون الدولي وكيوصف المغرب بتايلاند افريقيا، واكثر من هذا الاخوان خرجنا من المله وقال حرفيا ان المغرب ليس بلد مسلم، وقال بزاف ديال الحوايج والله الا انا حشمت انني نقولهم لكم. المهم شي ساعه تقريبا هما دايرين واحد البث مباشر في تلفزيون النظام الجزائري العمومي، وبتواطؤ ومشاركه مقدم البرنامج اللي كان كيدوي ليه في السماعات اللي ديال فودني وكيطرح عليه بعض الاسئله وكيعطيه بعض الكلمات التحريضيه. هادشي راه من المخرج خريج المخابرات العسكريه، وكذلك بتدخل من ضيوف اخرين اللي منهم هاد العجوز هادي محشمات مراعات، بل واكثر من هذا كتبان فرحانه بهذا الكلام اللي كيتفوه به هذا الصحفي عديم الاصل. هنا الاخوان غادي نديروا واحد الوقفه الله يجازيكم بخير، وبغيت نوجه كلام لشي ناس مغاربه يا حسره. كنبغي نقول لكم حاولوا انكم ديروا فيكم شويه النفس. هاد الناس هادو اللي مصدعين لنا راسنا بعض المرات في التعاليق، شي وحدين كنلقاهم كيقول لك خوا هاد الشعارات اللي ماتت صافي كلشي ولا عارف شكون هما الكراغله، كلشي ولا عارف شكون هما الهوكيون، هادوك اللي كيقولوا لنا نتوما كديروا الفتنه، نتوما ما نتوما. اشنو بان لكم في هذا الشيء هذا الاخوان؟ وكاين اقسم بالله الا شي كلام قالوا حشمت انني نبارطاجيه معاكم، ما نقدرش. إذاعة RMC الفرنسية في أقل من 24 ساعة ترضى تبوق نظام العسكر الجزائري. هذا للإشارة هو المسؤول على حملة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الانتخابية في باريس، من بعد ما تفوه بهذه التصريحات العنصرية ضد المغرب وضد مستشار جلالة الملك واللي هو أندري أزولاي خادم القصر الملكي. هذا السيد هذا اللي كيتعتبر وطني حتى هو ما عمرنا شفنا منه شي كلمه ديال العيب، ودائما كيتعرض للهجوم من طرف اعداء الوطن الجزائريين ومن طرف خونه الداخل. وكيعيروا ما خلاو ما قالوا. هذا راه مستشار جلالة الملك، هذا راه يهودي مغربي، احنا ما كتهمناش الديانه ديالو كيف ما كانت، اللي كيهمنا هو انه خادم البلاد وما عمرنا شفناه دا حتى قد هكا. المهم الاخوان الحمله اللي قاموا بها المغاربه عطات الثمره ديالها. اليوم تم الطرد ديالو من العمل في اقل من 24 ساعه، فتبارك الله عليكم المغاربه. اقسم بالله افتخر انني مغربي، والحمد لله العالم ولا كيشوف وكيعرف التلاحم والحب اللي كاين بين المغاربه. فهذا الشيء هذا ما كيزيد يعطينا غير القوه وكيزيد يخلينا نتحدوا ونحبوا الملك ديالنا ونحبوا البلاد ديالنا، ولا عزاء للحاقدين. ضربه دبلوماسيه للنظام المغربي وعزله غير مسبوقه. شكون كيعيش في عزله الاخوان؟ قولوا لي شكون اللي معزول، واش المغرب ولا الجزائر؟ وكاتبين الفوق أجمع المراقبون على أن ما تعرض له النظام العلوي في اليابان كان صفعة دبلوماسية متعددة الأبعاد. وصاخت الوالدين، والله لو صاخت الوالدين شتي الكراغله، والله لا صحاب 10 في عقل مصاخت الوالدين بمعنى الكلمة، طريقهم كحلة زحلة. الله يمسخكم، الله ينزل عليكم النعلوه وجوهم قاسح. وحنا كنشوفوا الاخوان العالم ضحك عليهم، العالم شاف هاد اللقطه هذه اللي كتشوفوا معايا دابا. واحد من التنظيم ديال تيكاد مسؤول جا وقف على هذا الكرغولي هذا من بعد ما طردوا هاد الشرا، من بعد ما قشعوه داخل مسلت، قال ونوضو مداو في حاله، بقى كيتسلت ورجع هو جلس. وكيف ما كتلاحظوا راه ما كاينش هذيك الجلوقه قدامه اللي فيها الصحراء. وسولوه قال ليه واش انت عارض عليك شي واحد، فين هما البيانات ديالك، شكون انت، واش كنت؟ في الاخر بقى كيبرقق في عيني وقال لي نهضر معاك لاحقا نهضر معاك. المهم الاخوان دخلت عليكم بالله، وإلا كنت انا كنخربق قول لي راه كتخربق. واش هذا الخبر هذا اللي دابا نشراه الشروق موجه لداخل الزريبه ولا موجه للخارج؟
رانا والله الا كنزيد نعرف وكنزيد ناكد على ان المخلوقات الجزائريه هي اغبى مخلوقات على وجه الارض، والانسان حتى هو اجمع على هذا الشيء، اقسم بالله، لان هادو محالوش انسان، هادو راه محالش عندهم العقل كاع. الحيوان وما يديرش هاد الافعال وهاد المعزله اللي كيديروا في ريوسهم، ما حدا دقاقي ويا تزاد في البيض كيف ما كيقول المثل. غادي ندوزو الاخوان الفقره او الخبر المهم ديال اليوم. تونس والمغرب. اليوم تونس والمغرب كيأكدوا على عمق ومتانه الروابط الاخويه اللي كتجمع بين البلدين او بين الشعبين الشقيقين. غادي نشير لواحد النقطه الاخوان، فاش كنتكلموا على تونس كنتكلموا على الشعب التونسي المحبوب. انا شخصيا عزيز عليه الشعب التونسي، ما غاديش نتكلموا على قيس سعيد لاننا عارفينه شنو كيسوى، انقلابي ديكتاتوري، يقدر حتى هو عيا من الحماقات ديال العسكر، عيا من الحماقات ديال شنقريحه وتبون. قال أرى نبدا واحد الخطوة مع المملكة المغربية، وضروري نذكروا بشي حويجات الإخوان. ما نساوش على أن المغرب كان دائما كيتضامن سياسيا مع تونس، ودائما كيقدم الدعم ديالو في المحافل الدولية لدولة تونس. المغرب كيدعم تونس في عدة مجالات. ما نساوش اشنو كان واقع في تونس في الفتره ديال 2011، وما نساوش كذلك الزياره ديال جلاله الملك محمد السادس في 2014 لدوله تونس بدون بروتوكول باش يزيد يزعم السياح يجيو لتونس، لان ما فيهاش الامن وبزاف ديال الامور راه غادي تكونوا عاقلين معايا. وما نساوش كذلك ان المغرب كيعاون تونس وكيقدم لهم مساعدات دائما. غير في كورونا قدمنا لهم مساعدات طبيه واغاثيه، واليوم في مبادره كتبين على قرب انتهاء الازمه بين البلدين، والتونسيين كيبانوا فرحانين بهذه الخطوه هذه. اعلنت تونس انه بمناسبه تعيينه وزيرا للشؤون الخارجيه والهجره والتونسيين بالخارج، تلقى محمد علي النفطي يوم 27 اوت 2024 اي البارح اتصال هاتفي من عند السيد ناصر بوريطه، وما كيقولوا انه تلقى اتصال هاتفي من قبل اخيه معالي السيد ناصر بوريطه وزير الشؤون الخارجيه المغربيه. كيقولوا على ان السيد ناصر بوريطه هنأه بالمنصب اللي تولاه وبالثقه اللي حظى بها من قبل سياده الرئيس الجمهوريه قيس السعيد. فالاخوان نقدروا نقولوا انه كتب لنا واحد البادره ديال الخير غادي تقدر تكون، وان العلاقات الدبلوماسيه التونسيه غادي ترجع كيف ما كانت. كيف ما قالت الخارجيه التونسيه من خلال هذا الاتصال تم التاكيد على عمق ومتانه الروابط الاخويه اللي كتجمع بين الشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على مزيد دعم اواصر التعاون بين الجمهوريه التونسيه والمملكه المغربيه في مختلف المجالات. وهذا الاتصال كيبين إشارة قوية عن قرب انتهاء الأزمة بين الرباط وتونس، خصوصا أن تونس في الآونة الأخيرة شفنا إشارات إيجابية من اتجاه المغرب. نتمناو النظام العسكري التونسي يدير عقله ويعرف بأن طريق الكبرانات كحلة زحلة راه ما كينوضش فيها الربيع. إلى هنا سيداتي سادتي، أشكركم على حسن المتابعة، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه، وما تنساوش اعطونا لايك، اللي باقي ما اشتركش يشترك. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله.